كيف نترك الشهوات؟ خلينا اليوم نعيش مع أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. مولانا أمير المؤمنين عنده إخواني فلسفة في الحياة عجيبة جدا وجديدة وعجيبة في نفس الوقت. يقول الإنسان إذا أراد أن يترك الشهوات لابد أن يوفر لها البدائل. شلون يوفر لها البدائل؟ إن شاء الله بين طيات هذا البحث أبين. الإنسان إذا أراد أن يترك الشهوات مو يتركها وهذا، لا، يوفر لها البدائل. لذلك المولى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إذا كثرت المقدرة، شوف تأمل لي في كلام أمير المؤمنين، إذا كثرت المقدرة شنو؟ قلت الشهوة. الشهوات كثيرة، الشهوة رقم 1 التي نعرفها جميعا. كيف الإنسان يتغلب عليها أو ما هو البديل الأفضل لهذه الشهوة؟ تذليل المهور. تذليل المهور مولانا، هذا لو نحكي للصبح احنا ما تصير لنا شارع. لذلك يا إخواني احنا عندنا هذه يعني نتكلم احنا ونقول له يا حج فلان يا شيخ فلان عندما تريد تزوج بنتك كون مهر متواضع. إذا أنت تريد تلتزم وتكون مصداق من مصاديق المؤمنين الذين يطبقون كلام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا إذا أنت تريد تبتعد عن هذه الثقافة الأمر لك. لذلك الوارد عندنا في الأخبار شؤم المرأة غلاء مهرها. السعادة الحقيقية، شوف أخواني، موارد السعادة الحقيقية هاي وجعلنا بينكم مودة ورحمة تكمن في هذه الأمور. لا يتصور الإنسان أنه اليوم إذا يتصرف هكذا تصرف وغلب الناس وما شاكل ذلك وضمن ما أعرف هاي الأمور الاعتبارية. تعال معي إلى الصديقة الكبرى فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، عندما زوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشرف مخلوق من بعده ألا وهو من؟ أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين لذكره الشرف والصلوات. كان مهرها النزر القليل، شيء قليل، لكن شوف هذا البيت العلوي البيت الطاهر ما الذي أنتج السعادة. إخواني الحياة الحافلة بالكرامة تكمن في هذه الأمور. لعله البعض يقول هاي أمور سيدنا اعتبارية وإحنا أعراف وما شاكل ذلك. أنا أقول ضمن العرف لكن بشيء متواضع، وإن شاء الله يعني هذه القضية حتى ولدت عند شبابنا انحراف وسلكوا طرق أخرى بسبب غلاء المهور.